الحمد لله الذي علمنا كيف نحمد. الحمد لله الذي علمنا كيف نحمد. والصلاة والسلام على من سماه ربه في القرآن محمدا وأحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد بلا عدد قائم بلا عمل واحد وحداني ليس معه إله ثاني تنزه عن الشريك ذاته وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته. بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية موصوف بلا نهاية واحد لا من قلة موجود لا من علة. من تكلم سمع نطقه من تكلم سمع الله نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته. الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لماذا؟ لأن الله كان وليس هناك مكان كان الله وليس هناك مكان وهو على ما كان من قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره ولا معبود بحق سواه. نشهد أن الله واحد لا شريك له. نشهد أن الله واحد لا شريك له. نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. كان أنور من شمس في ضحاها. كان أنور من شمس في ضحاها. كلام الصحابة. أبو هريرة قال لقيت رسول الله فكأنما الشمس تجري في وجهه. يعني نور وسراجا منيرا نور. كان أنور من شمس في ضحاها وأجمل من بدر إذا تلاها وأجلى من نهار إذا جلاها. شرعه للكون يعمر. شرع محمد للكون يعمر وبه غيب تنزل وبه الأيام تفخر. صلوات ربي وسلامه عليه ومن فضله علمه علما يفتخر معرفته كل عالم فتح الله به العوالم. وكان إماما للمكارم ومن فضل الله علمه علما يفتخر معرفته كل عالم. إنه محمد رسول الله. محمد خير من سارت به قدم وأكرم الناس ماضيها وباقيها. من مثله في الوراء؟ خبرني بربك. من مثل محمد؟ من مثله في الورى برا ومرحمة ومن يشابه لطفا وتوجيها. هو البشير من أصغر دعوته هو النذير لمغرور يعاديها. أقام العدل مجدا لا زوال له. أقام محمد بالعدل مجدا لا زوال له. وأمة كنف الرحمن يحميها. فداء عرض رسول الله فداء عرض رسوله أنفسنا وكل نفس وما تحويه أيديها. فصل يا رب وصل يا ما هب النسيم على معلم الأمم الخير وهاديها. صلى عليك الله يا نور على الدنيا تجلى. صلى عليك الله يا فجر على الدنيا أطل. أما بعد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعودنا معكم دائما أن نفسر ما تله القارئ ولكننا في عزاء استثنائي حيث أن المتوفى
علم من اعلام القرآن وعلم من اعلام الدعوة، ودائما الدعاة دماؤهم يحن بعضها الى بعض. وفضيلة الشيخ منير عبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة وجعل هذه الليلة خير ليلة مرت عليه، كان لي معه جولات وصولات رحمة الله عليه، وانا احمله الجميل عندما كان مديرا عاما للاوقاف كان يصحبني بنفسه ويفتح لي ابواب الدعوة في كل مكان في محافظة الدقهلية، مش في المنصورة بس، في كل مكان كان يصحبني، وكنت اسعد واشرف بصحبته لي ويفتح لي الابواب لكي ندعو الله عز وجل، وامسيات اذاعية وغير ذلك، فضل الله تبارك وتعالى. علمنا محمد رسول الله، صلوا عليه صلوا عليه. علمنا محمد رسول الله فقال، اسمع معي، ان العبد ليموت، ان العبد ليموت فيثني عليه القوم الثناء يعلم الله في غيره. يعني واحد يموت الناس يقولوا فيه كلام حلو وطيب، هو لا يستحق هذا الكلام. ان العبد لا يموت فيثني عليه القوم الثناء يعلم الله فيه غيره، فيقول الله تعالى: اشهدكم يا ملائكتي اني قد قبلت شهادة عبيدي في عبدي وتجاوزت عن علمي في عبدي. لماذا؟ لانه كان بينه وبين الله شيء لا يعلمه الا الله. اجعل لك شيئا خفيا بينك وبين ربك، اجعل هناك امر عندما تشتد بك الحياة ولأواؤها وشدتها تستغيث، اجعل بينك وبين شيئا خفيا. اشهدكم يا ملائكتي اني قد تجاوزت عن علمي، اني قد قبلت شهادة عبيدي في عبدي وتجاوزت عن علمي في عبدي. هذا اذا كان الكلام الذي يقال في المدح ليس فيه، فكيف اذا كان فيه؟ يعني اذا كان المدح الذي يقال للميت ليس فيه، عبد الله يقول ان تجاوزت عن علم في عبدي وقبلت شهادتكم فيه، قبلت مدحكم فيه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة فقالوا اثنوا على اصحابها خيرا، قال وجب. اثنوا على اخرى شر، قال وجب. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال الذي اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، والذي اثنيتم عليه شرا وجبت له النار. انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الارض. فالمتوفى رحمة الله عليه كان اماما في الدعوة وفي تبليغ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقول لكم انا حتى القى ربي لن انسى له هذا الجميل. لماذا؟ لان حبيبي وحبكم علمنا فقال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اياك ان يصنع بك احد جميلا وتنساه، انك بهذا تجحد الله، مش تجحد صاحب الجميل بس. ليه؟ انت لما تعمل فيها جميل وانا اقر واعترف امام الناس بهذا الجميل، عندما يبلغك ان فلان اعترف بجميله انت ستحب فعل الجميل، لان رايته اثرا، ولذلك فهو سيفعله مرة واخرى فرحا بما قلت وما اخرجت انت واعترفت بالجميل. ولذلك كانت شدة. من لم يشكر الناس، شوف شدة، لم يشكر الله. وقال علماء السلف قالوا: اكبر جريمة يقترفها العبد المسلم ان ينكر جميل الناس. ليه؟ لانه اذا كان الناس يفعلون المعروف ليشيع الخير ثم ينكر هذا المعروف فيقول: ولماذا نفعل معروفا بعد ذلك؟ اذا فالمتوفى رحمة الله عليه انا اقر له بالجميل وغيري وكذلك، ونثني عليه الخير لعل الله
يقبل هذه الشهادة ويجعلها في ميزان حسناته وينور عليه قبره ويمد له في قبره مد بصره ويرحمنا إذا ذهبنا إليه فكنا ذاهبون ويعني كنا سنموت. ولكن الذي يعني يحزن الإنسان في الموت كما قال الشافعي، ونختم بذلك، قال الشافعي: لولا صحبة الأخيار، يعني في الدنيا، لولا صحبة الأخيار والقيام في الأسحار وذكر الله بالليل والنهار ما أحببت البقاء في هذه الدار. يعني انا بحب البقاء ليه؟ عشان اذكر ربي واصلي قيام الليل وفيه ناس اخيار نصحبهم، سنذكر هذه الصحبة. اسال ربي جل في علاه ان يجمعنا هذا الجمع في الجنة. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكاها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيف فيك رجاءنا يا رب. قد عجز الطبيب فداونا يا رب، قد عجز الطبيب فداونا يا رب، قد عجز الطبيب فداونا يا رب. يا رب اخر على من نحب ونرضى يا رب، فضلك وجودك وكرمك اكرم الاكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.